تعالى ناكلك سندوتش حواوشي. بص ما اكلش ولا قلت له امين تعالى يا عم ناكل. رحنا جبنا سندوتشين، اكل بتاعه التاني لاني بهضم كده في الاكل مش عاجبني. في يا عم ده راجل نضيف وانا باكل من عنده بقاله 3 4 سنين. قلت له بتثق فيه؟ قال لي اه بثق فيه. قلت له طب الشخص اللي انت بتثق فيه ده بيعمل سندوتشات الحواوشي من الكرتون وعليها بهارات، بتهزر؟ قلت له والله العظيم ده حصل. رحت مسكت السندوتش وفتلته كده، فعلا لقيته كرتون ملوش علاقه اي خالص باللحمه. من هذا المنطلق احنا مش بنشكك في الناس، يا بقى حر، كل واحد بيتحاسب عن نفسه، بس الفكره ان احنا لما نعملها في البيت هتبقى احسن وانضف، وهنقول طريقه استخدامها وعمايلها والبهارات بتاعتها اللي تخليها ولا احسن جزار. تعالوا بقى نقول المكونات بالمعلقه والمقادير زي ما احنا متعودين، وفي اخر الفيديو نتقابل على التكات بتاعتها. خلطه الحواوشي ليها 6 أو 7 اصناف اساسيين، لو احنا عملناهم يكفوا. لو احنا عاوزين بقى